مشجع قطري كان متواجد في المدرجات والكاميرا جت عليه، عمل حركة عفوية بالشماغ فظهر كأنه تميمة كأس العالم. المشجع روح بيته ومش عارف ان لقطة الفيديو انتشرت في الصين بشكل مرعب وأصبحت ترند من قبل تلك الجماهير التي تريد أن تفهم ما هي تميمة كأس العالم وماذا تعني، في حين علمت أنها تقاليد وعادات عربية. امتلأت الأسواق وأصبح الصينيين رجال ونساء يرتدون مثل المشجع القطري الذي مثل تميمة كأس العالم. هذا عبر على أنهم معجبون وفخورون بمن يعتز بتقاليد وثقافة بلاده، وهذا هو سر ما حصل للمشجع القطري هذا. ويراك العالم مختلف حين اختلفت معايير المونديال في بلد عربي بهذا الجمال. المشجع هذا أصبح أشهر شخصية في الصين وتصدر الترند وهو نائم في بيته، لا درجة أن كل الشركات الصينية كانت تريد تتواصل معه عشان يعملوا معه إعلانات ومش قادرين يوصلوا له ولا عارفين حتى اسمه، فتم تسميته الأمير الغاضب أو الأمير الحزين. فتطوعت بنت صينية بتتكلم عربي ونزلت فيديو بتخاطب كل العرب، إذا أحد يعرفه أو يعرف اسمه وسوت نداء مخصوص بتقول له كل الصين بتحبك، يا ريت تتواصل معانا. شاهدوا مقطعها. هل تعرفون هذا الشاب القطري؟ إنه شخص أكثر شهرة الآن في الصين. يوجد هاشتاج بعنوان أمير قطر الحزين على منصة التواصل الاجتماعي بالصين، والشاب الذي يظهر في الفيديو يدعى اللعيب حقيقيا من قبل مستخدمي الإنترنت الصينيين، حتى أن هناك كثير منا يقلدون هذا الرجل الوسيم. وتحت هذه السلسلة من مقاطع الفيديوهات بالشعبية الأولى على منصة الدوين المعروفة بتيك توك الصينية. هل بفرصة أن تعرف أي منكم هذا الشاب من فضلك؟ ساعدني بإبلاغه، نحن نحبك كثيرا من الصين. فتم الوصول له وكان اسمه عبد الرحمن بن فهد، وتفاجأ عبد الرحمن بعد ما عرف انه اشهر شخصية عربية في الصين. وحاول كل الصينيين المقيمين في قطر تصوير مقاطع فيديو معه وكذلك القنوات التلفزيونية الصينية. وفوجئ عبد الرحمن باتصال تليفوني من الصين، وكان المتصل المدير التنفيذي لشركة تيك توك، وطلب منه يفتح حساب على التيك توك. عبد الرحمن أول ما فتح حساب في منصة التيك توك نزل مقطعين من الفيديو، وأول مقطع عبر عن شكره للصينيين، وتلقى هذا الفيديو أكثر من 2,000,000 مشاهدة. شاهدوا الفيديو. Hello, today I'm gonna start my official Chinese platform. What's it called? Weibo. I'm gonna start it right now, and hopefully you all guys enjoy it. And right now I'm gonna watch Qatar and Netherlands match. Hopefully we can hold our head up and Qatar are gonna make it. Thank you guys. Wish you all the best. بعد هذا الفيديو وصل عدد متابعينه خلال يوم واحد فقط 13 مليون متابع، وطلبوا منه يسافر الصين يحضر برامج تلفزيونية بمبالغ فلكية. ايش الحظ هذا يا ترى؟ من هو عبد الرحمن المحظوظ هذا؟ عبد الرحمن طلع أمير قطري، أبوها الشيخ فهد بن جازم وزير التجارة القطري السابق، يعني لا محتاج فلوس ولا فارق معاه الشهرة. يعني يوم الحظ يضرب معاه شخص وممكن يغير من حياته بالكامل، يطلع أمير قطري وأبوه وزير، يا ليلاه.